السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026. قبل ما نبدا الفيديو، في قناه تليجرام في الوصف بننزل عليها ملخصات فيزياء وشرح، وهننزل اسئله. هنتكلم النهارده ازاي قفلت الكيمياء وهتظهر قدامكم ان انا جايب 60 من 60. خدت مع مين؟ مدرسين. ذاكرتها ازاي؟ حليت كتبي. اول حاجه انا خدت مع مستر عبد الجواد، وكنت واخد سنتر في الاول عشان كان بيشرح كيمياء عضويه في الاول، وده ساعدني ان انا اخلص منهج الكيمياء في شهر واحد تقريبا. يعني في شهر واحد كنت مخلص الكيمياء كلها. لو انت مش لو انت بقى لا في حد في السنتر يشرح لك كيمياء عضويه الاول، خد معاه وهتاخد اونلاين اول وتاني وتالت ورابع، هتلاقي نفسك على شهر واحد مخلص الكيمياء. لو هتعرف توازن ما بينهم. يعني ايه؟ يعني لو مش هتعرف توازن ما بين اول 4 فصول بالتوازي مع، او معرفش بالتوازي ولا بالتوالي، لا بالتوازي مع الكيمياء العضوية، ما تاخدش، خليك ماشي عادي 4 فصول وبعدين كيمياء عضوية، وبعدين هيبقى مع زي اي حد طبيعي تخلص في شهر 3 او في نص 3 اخر 3 اول 4 بالكتير. ده المدرسين بيعملوا كده. لو عرفت بقى تاخد وتوازن ما بين الكيمياء، ما بين العضوية وما بين الكيمياء العادية اللي هو اول 4 فصول، تمام. كنت باخد مع مستر عبد الجواد وسنتر هنا في الاول، وبعدين سبته مخلص الكيمياء العضويه. تمام. حل كتب ايه؟ انا كان معايا 4 كتب في الاول: الوافي والامتحان وكتاب مستر عبد الجواد. والوافي والامتحان سنة ادي كتاب الوافي، مندليف كتاب مستر عبد الجواد، وكتاب الوافي، وكتاب الكيمياء دي كتاب الشرح، مش لا كتاب الحل، بس انا كنت معايا كتاب الحل. وكتاب الايزو كان في واحد صاحبي بعت لي منه. بس هقول لك دلوقتي حاجه: لو انت بتاخد على مستر عبد الجواد بلاش كتاب مندليف، عشان كنت بحل مستر عبد الجواد الاول، كنت اجي احل كتاب مندليف الاقي نفسي بعيد الاسئله تاني، انا نفسي بحل اسئله تاني. فيعتبر كتاب مندليف انا ما حلتوش او ما جبتوش يعتبر يعني، بس انا دفعت فلوس. كتاب الايزو انا كنت جربت احل فيه، واحد صاحبي كان بيبعت لي، فهو كان بيجيب الفكره عليها اكتر من سؤال، يعني الدرس ممكن يعدي 100 سؤال وهو على بعضه 15 فكرة، فكان يجيب لك الفكرة على مثلا 10 أسئلة، ودي أنا حاجة مش حلوة. أنت اضغط الأسئلة مثلا زي إيه، كتاب 60 سؤال وكتر الأفكار، ده أحسن. كده كده هو يكون عارف الفكرة، فإيه لازم أنت تكرر الأسئلة؟ لو أنت أصلا حل الفكرة وغلطت فيها، يبقى أنت مش فاهم الفكرة صح، أو أنت مش فاهم الحتة دي صح، أو مش مشروح عليك كويس. فهو ده اللي بقول عليه من كتاب الايزو. كتاب التفوق انا حليته في المراجعه. تقول لي ما انت قلت عليه في الفيديو بتاع الكتب، بقول لك انا حليته في المراجعه فكان احسن واحد فيهم، عشان كده قلت كتاب التفوق هاته هو وكتاب الوافي مع كتاب المستر بتاعك. كتاب الوافي كويس مع البدايه، اكون الاسئله بتاعته يعني متوسطه، فيكون حلو في البدايه. ذاكرتها ازاي؟ انا عادي كنت بخلص الدرس بتاع الكيمياء، كان مستر عبد الجواد بينزل حصه يا الجمعه بالليل يا السبت العصر، فكنت اسمعها واحل كتاب من، هو بيبقى الكتاب بتاعه عباره عن آه، يعني كتابين حل، في بتاع كتاب حل بتاع الواجب، وكتاب حل كده يبقى فيه اجابات له. فانا كنت بحل جزء منه بعد سماع الحصه والمذاكره، بس ما كنتش بذاكرها مذاكره على جامده عشان اصلا ما بحبش الحفظ، فانا كنت بقراها وبعدين احل ال 40 سؤال اللي هم كانوا في الكتاب لوحده، وبعدين 50 سؤال تاني يوم او بعدها بيوم، وبعدين برضه كتابين في يوم بعدها. فهو عشان كده كنت بوزع الحل على الاسبوع علشان تكون الدرس فاكره. لو انت اصلا بالذات ما بتحبش الحفظ، لو انت ما بتحبش الحفظ هتقعد تحل طول الاسبوع عشان انت قدامك تكرر الافكار بتاع الدرس. ودي حاجات ساعدتني ان انا اقفل الكيمياء. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.